طالبات قسم الاقتصاد المنزلي، أقف أمامكم اليوم ونحن نطوي صفحة من أعمارنا لنفتح صفحة جديدة من الأمل والطموح والعمل. سنوات مضت بين قاعات العلم والمختبرات، تعلمنا فيها أن الاقتصاد المنزلي ليس مجرد مهارة بل علم وحياة، رسالة سامية تبدأ من بيت صغير لتمتد لتبني مجتمعا واعيا متزنا ومنتجا. نحن الحمد لله انتظرنا هاي اللحظة من زمان كتير، ونحن فخورين لأنه وصلنا لهالمرحلة، ونشكر أهلنا، ونشكر الكادر التدريسي اللي تابعنا من البداية، ونشكر فريق العمل اللي نظم لنا الحفل الحلو الجميل، وشكرا كثير لكم. الحمد لله اليوم كانت حفلة تخرجنا وكنا كثير مبسوطين، وإن شاء الله بالأيام القادمة نعمل شيء أحسن وأحسن إن شاء الله. والحفلة كانت كتير حلوة، والمؤسسة كتير اشتغلت على هالشيء، وطلع كل شيء حلو ومميز بالحفلة. بجهود مبذولة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أقامت مؤسسة المئة التنموية حفل تخرج لطالبات المعهد التقني للاقتصاد المنزلي، حيث قدمنا لهن الشهادات التكريمية والدروع لجهودهم التي سعوا إليها في سنين دراستهم. نتوجه بالشكر لأهالي الطلاب الذين تعبوا وسهروا الليالي لوصول أبنائهم لهذه المرحلة. اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تم تنظيم فعالية تكريم للطالبات في معهد التقني للاقتصاد المنزلي من قبل مؤسسة المئة التنموية. طبعا احنا كمديرية شؤون اجتماعية وعمل نحث المنظمات الغير حكومية على دعم العمليات التربوية في المحافظة. طبعا خريج معهد الاقتصاد المنزلي يحمل شهادة دبلوم في الخياطة، الشهادة تأهلها الدخول إلى سوق العمل، أيضا تساعدها في الحياة اليومية. فطالباتنا مهيئات لتكون كأم وزوجة وربة منزل، تحمل حرفة جيدة ورائعة مدى الحياة. نتمنى لهم التوفيق والنجاح، ونشكر كل الكادر الإداري والتدريسي القائم على تدريس الطالبات.